كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين. النهاردة روتين تجهيزاتي وتحضيراتي يوم الوقفة للعيد. كل سنة وانتم طيبين، تتعاد عليكم الأيام بالخير. طبعا كل سنة ودي عادة وربنا ما يقطع علينا عادة، بنحضر كده شوية حاجات بسيطة حلوة للوقفة، من الوقفة للعيد. زي طبعا بيسموها كده باللغة العامية فترة العيد. ايه هي فترة العيد؟ إيه، بونبوني وشوكولاتة وترمس وسوداني ولب وعايزة بقى انتي تتجودي اكتر وتجيبي شوية ذرة اسباني، شوية كاجو، شوية فستق، ولو ان الاسعار بقت في السما السبعة. تقومي تعملي لهم كده ايه تحلية بسيطة، جيلي بالموز، مهلبية، إيه، رز بلبن، يعني اي حاجة تعمليها من ايدك حلوة للعيد هتفرحي بيها ولادك. وكمان كنت عملت الترمس لان انا اليوم الوقفة ما كنتش لسه عاملاه، فقمت طبعا بدري يا دوبك سلقت الترمس. بعد ما اتسلق كده نص ساعة لقيته ما شاء الله كده استوى، وقمت جايه عامله له بقى المحلول بتاعه، شويه ميه وملح وشطه والليمون. وبرده قمت عامله كده ايه شويه جيلي كده في الكاسات الحلوه دي، قطعت عليهم شويه موز. كل ده انا عاملاه يوم الوقفه الصبح. قلت بقى عشان يجي بالليل كده الوقفه بالليل يبقى احلى سهره تعمليها لبيتك ولولادك. بصي يا حبيبتي، انت لما تجهزي حاجه إيه العيد لتاني يوم، انت مش بتعمليها لحد، انت بتعمليها لنفسك ولبيتك، بتفرحي بيتك بتفرحي ولادك. تمام. فاي حد بيعمل اي حاجة مش عشان الناس، هو عشان إيه عيلته واسرته. انا بقى كنت منزله فيديو شورتس طبعا قبل الفيديو ده عن روتين تنظيفات العيد السريعه، لان انا كنت عامله 3/4 الشغل قبل رمضان او الشغل كله، فده سهل عليا جدا في تنظيفات العيد. فعملت قبل الوقفه بيوم روتين بسيط، مسحته وكنسته وبعد كده فرشت السجاد اللي هفرشه في العيد، وشلت السجاد اللي موجود هو كان نضيف شلته برضو مكانه. بس كده. وحبيت بقى اكمل معاكم النهارده فرش السراير، لان انا فعلا ما بفرشهاش غير يوم الوقفه عشان ما تتبدلش وتفضل زي الجديده كده المكويه. خلصت بقى فرش السراير دهيت، والشقه بقت زي الفل كده، دي وكانت اوضه العيال. وطلعت بقى على الصاله عشان اكمل فرشها. انا برضو كنت فرشت السجاده من الروتين اللي فات. النهارده بقى قلت اكمل فرشها بقى من مفارش، والستاره برضو كانت زي الفل ونضيفه، انا كنت فرشيها او معلقه اول رمضان، وكنت غاسله الصالون. يا دوبك كل اللي هعمله هحط بس كده المفارش الجديده دي اللي انا جايباها. انا كنت بصراحه محتاجه مفارش لترابيزه الصالون، فانا كنت عايزه اجيبها بصراحه فرو، بس درجه اللون دي ما لقيتش خالص، لقيت كله اوف وايت كده فاتح قوي. فانا قلت لا خلاص هجيب دي مكانها، حلوه قوي عجبتني. وسعر المفرش حلو جدا، سعره 120 جنيه. يعني انا لقيته لقطه بصراحه فقلت اجيبه. كنت عايزه اجيبه كل اللون الاغمق اللي موجود ده، بس للاسف ما لقيتش، وما لقيتش كوشنات على نفس الشكل. لقيت بقى المفرش اللي جنبه ده اللي هو افتح سنه، الدرجه الفاتحه شويه، وكان معاه مفرشين مربعين صغيرين. فانا جبت الكبير ده لترابيزه الصالون، والصغير بالمفرشين الصغيرين كنت جايباهم للشفونيره اللي قصاد ايه ترابيزه الصالون، علشان احس ان هو كده طقم. طب بالنسبه للكوشنات عملتيها ازاي؟ واحنا بقى بنلعب احنا بنفكر طبعا. طب انا الفت الدنيا على كوشنات قريبه من اللون ده او من الشكل ده، ما لقيتش. انا بقى الكوشنات اللي كانت عندي بتاعه الصالون عملت ايه؟ خدت بقى المفرشين الصغيرين المربعين دولت، قمت جايه مخيطاهم في الكوشنات اللي كانت موجوده عندي. عملت كوشنات كده من الهوا، واصبح بقى الشكل العام كله جميل جدا، كأنه طعم كده متركب على بعضه. يعني انا برضو بشغل دماغي، عايزه اعمل شويه تجديدات بسيطه، وعملتها. السجاده الحلوه اللي انا فرشاها دي كانت سجاده فرحي، السجاده دي كانت سجاده فرحي. وعلشان كانت هي معظمها سادة، فانا كنت ايه بحسها بتتوسخ بسرعة، فطبعا كنت شايلاها. وكنت جايبة سجادتين بعدها كده جديد اللي على زيتي، لو انتوا تفتكروهم بالفيديوهات اللي فاتت. قلت النهارده اجدد كده وانوع واغير. إيه وحشتني بصراحة، هي كانت جميلة جدا، بصوا بسيطة ازاي،
ومناسبة اكتر للون الصالون، مع المفرش بقى الجديد قريبة قوي، مع بقى الكوشنات اللي انا عملتها بالمفارش الصغيرة. حسيت بقى ان الصالة كده ايه اتجددت بحاجات بسيطة. طبعا الطقم الذهبي ده انا كنت جايباه من العيد اللي فات، حلو قوي، بحط فيه بقى التسالي والبونبوني والشوكولاتة، والطبق الاناناسية بقى الكبير ده برضو كنت بحط فيه الفاكهة وكان انا عندي شيالة كحك وبسكوت. بس بصراحة هي باظت بقى فما حطيتهاش السنة دي، لان انا اصلا ما عملتش كحك وبسكوت. يعني بابانا ربنا يديله الصحة ويبارك لنا في عمره يا رب. طبعا لما لقى بقى العيال، هما برضو عيال في الاول وفي الاخر، انا متعودة كل سنة بعمل كحك وبسكوت وكده، وهم نفسهم فيه السنة دي بقى بيشموا بصراحة روايح وهلة من كل مكان، منين ما يروحوا مكان يشموا ريحة الكحك والبسكوت. فهو طبعا حب بقى كده يرضيهم ما يزعلهمش، عايدة بقى ربنا ما يقطعها لنا يا رب. وكل سنة وانتوا طيبين. طبعا انا ما عملتش عشان بابا الله يرحمه متوفي في شهر 12. فانا قلت لهم انا مش عاملة اي حاجة، يعني كحك ولا بسكوت ولا اي حاجة. فهم عشان كان نفسهم فيه فباباهم جاب لهم بقى ايه، يعني علبة كده من كل حاجة، وقمت رصها لهم كده في الطبق الحلو ده. وبرضو عشان ما زعلهمش، لان بتبقى ذكريات حلوة قوي محفورة جوانا، طقوسنا وروتيننا في الاعياد مع اهلينا. فانا كنت حابة اسيب عندهم بقى الذكريات الحلوة دي، زي ما اهلينا سيبوا عندنا اجمل ذكريات في الدنيا. وده كان شكل بقى ايه ترابيزة كده العيد، كل سنة وانتوا طيبين. انت كمان قومي اعملي الاجواء الحلوة دي في بيتك لولادك، إيه هتفرحيهم جدا، وتتلموا كلكم حوالين الحاجات الحلوة دي في سهرة الوقفة بالليل. هو عيد سعيد عليكم وعلى ولادكم وعلى كل حبايبكم يا رب، وعلى الأمة الإسلامية في كل مكان في العالم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا أنا عاملاه بفرحة وفي نفس الوقت بحزن، لأن ده أول عيد علينا من غير بابا، ربنا يصبرنا يا رب. عيده في الجنة إن شاء الله ونعيمها بإذن الله، ألف رحمة ونور تنزل عليه.